بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ السلام عليكم، عاملين ايه كده؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة. معانا النهارده فراخ. هنعمل حمام كداب. حمام كداب ايه بقى؟ الحمام الكداب اللي هي اللي راكب حالها بالعظم كله، يعني مش هخليها ولا حاجه. اهي دي انا متبلاها بقالها ساعتين، دي هحشيها رز. شوفوا يا حبايبي البصل، انا عملت بصلايه، حطيت على فلفل اسمر وملح وبهارات وليمونه، لازم الليمونه يعني. وادي معايا الفراخ اهي، انا خليها كده اهي، بصوا خليها كلها من هنا كده اهي. هي ايه، انا مخليها يعني عشان ايه تبقى جاهزه. وتبلتها هي بقالي من الساعه 8 الصبح وانا متبلاها يعني. التتبيله تاخد من بعضها كده وتبقى حلوه. ماشي يا حبايبي، هنجيب سكينه وهعملها كده فتحها. انا فاتحه 2 3 بس نسيت افتح دي. بصوا يا حبايبي اهي، عشان بقى ايه تبقى حلوه شاربه التتبيله كده، وهي هتستوي كده كده هتستوي يعني. دي بص عاملاها اهي، واكله من التتبيله، شاربه من التتبيله واكله. عدوها. معايا الخضار، هنعمل تحت الحمام كداب دوت حبه خضار في الصينيه. هنخش دلوقتي على ايه، على الرز بتاع الحشو عشان نعمله. ماشي يا حبايبي. شفتوا الطاسه الحلوه الصغيره دي اللي انا اشتريتها امبارح حبايبي؟ معلقه سكر واحده اهي. ماشي اها، معلقه سكر واحد، تكمله المعلقه اهي. اهي يا حبايبي اتكرملت مع بعضها اهيت، شايفين اهي كرملت اهيت. هنوطي عليها عشان نحط عليها الميه، وطي خالص خالص. بصوا عشان يفكوا شر ايه اللسوعه بتاعتها. وفعلا كنت هلكسع فعلا يعني. شفتوا كانت هتيجي اللسوعه على ايديا حاجه فظيعه، بس الحمد لله. بقولكوا خلوا بالكم انا مش خدت بالي. بصوا يا حبايبي، هحط حبه زيت اهو، سمنه. بصوا يا حبايبي، نص البصلايه هنا والنص التاني هقولكم انا هعمله ايه بس ما خلص. انا عملت نص البصلايه هنا، انا الرز دهيت بشوحها كده تشويحه كده حلوه عشان احط عليها الرز. خلاص يا حبايبي، هنا نص البصلايه التانية اهي، حطيت عليها البهارات والفلفل الاسمر فماشي، وهحط عليها الملح. حبه الملح اهي، نقلبهم كده اهو. نحطهم بقى فين؟ الحكايه ديت حلوه يعني، ما اعمل كده بتبقى تدي ايه. انا يعني ايه، عايزه احط حته بصلايه نيه مع الرز دي يعني بصلايه تبقى نيه، يعني دي نيه وديت مستويه اهي على النار بنحمرها. فانا ايه بحب البصلايه تبقى نيه مع الرز، مع الجليبه في بعضيها اهي. بصوا يا حبايبي، ده الرز اللي احنا تبلناه بالبصل النيه بالفلفل الاسمر بالبهارات كله يعني، بالبهارات بالملح كله يعني. وحبه الجرفه، لازم حبه جرفه، معلش الجرفه دي. ايوه يا حبايبي، هي دي البصلايه كده ايه تتحمر كده. عشان كده احنا حاطين بصلايه نيه، نص البصل حطيناه نيه. دي بتبقى تتبيله جميله وروعه، مش بتحطوا من اي حاجه، هتبقى جميله وحلوه، طعمها حلو وريحتها حلوه. بصوا البصلايه نيه مع الحمرا دي بتبقى تديها طعم جميل. ماشي يا حبايبي. السكر دي يا حبايبي مش هتبقى مسكره ولا حاجه والله، ولا بتعمل اي تسكيره خالص، هي بس لون كده وحاجه كده روعه. كده نحط عليها اهي. هنكمل بقى ايه ميه، احنا عايزين الرز يبقى يا دوبك الميه فيه يا دوبك. بنكمل الميه هنا، الميه يبقى كده. هنغطيه بقى، نحط الملح والتوابل وكله على البصلايه النيه على الرز كله. انا ما حطيتش على البصلايه التانيه اي توابل كده اهي. 100 هنسويه نص سوا يا دوبك، حبايه الرز بتجرش كده، مش يعني هنسويه جو لا. حبايبي هنحط الخضار عشان احنا سايبين الرز بيبرد عشان نعبيه في الوراك اهي. بس الاول هنحط الخضار الاول في الصينيه عشان نخلص ونحشي ونحطه على الصينيه على طول. دي الصينيه معانا اهي، هنحط فيها الخضار كله. هي لسه الطماطم. يا حبايبي البصل يا حبايبي، دي قرن فلفل على واحد شطه، يعني قرن شطه معايا. ماشي يا حبايبي، معانا توم اهو. انا ما عنديش فصوص، انا لقيت فصين بس حطيتهم، حطيت عليهم ايه حته من اللي انا مفرزاها.
نحط عليهم الملح، الفلفل الاسمر، بصوا يا حبايبي احنا كده ايه، نحط حبه زيت بردك، هي كده كله مع بعض كده يا حبايبي اهوت. هو لسه دافي يعني، بس انا هحشي بقى. نحط كده حبه حبه كده يا حبايبي. بصوا اهي بالراحه كده خالص بالمعلقه اها. شايفين معايا يا حبايبي كده بنحشيها كده. دي بقى ايه الحمام الكداب بتاعنا. الوراك زي ما هي هنشيلها ليه ونغلب روحنا ليه ونقعد نشف ونعمل اها ان شاء الله تبقى زي الفل وزي العسل. ديت بقى يا حلاوه الحته ديت، فيها الحته بتاعتها جميله ازاي، دارتها ازاي. هنلفها كده عشان ايه بس زي ما انتوا شايفين. ايه رايكم؟ لسه هنعمل ايه اكله تانية فرحهم كده خفيفه برضك، بس بالراحه وانت بتفتحي الجلد عشان ايه مش تروح مفتوحه منك. ديت الورك ده صغير فمش فيه ايه مش مركزه يدكها يعني دخل فيه الرز كله يعني. اهو يا حبايبي وخلص الوراك كلها وارجع لكم تاني يا حبايبي، هوريها لكم قبل ما احطها في الفرن. خلصنا اهو حشينا الفراخ. دي صدر عشان الحشحه دي انا مش بحب الوراك يعني، هو بحب الصدر فانا حاولت احشيهوله، مش عارفه هيطلع شكله ايه يا حبايبي. ادي ورق الفويل، ورق الفويل اهوت ولعت الفرن عشان نحطهم في الفرن على طول ان شاء الله كده ايه. نحطهم بقى ونسيبهم ساعه بالظبط. دي انا كنت مفرزاها وحطها ايه ضربها في الخلاط ومفرزاها معاكم. شفتوا هنعمل النهارده كيس منها فريح البطاطس. ماشي يا حبايبي. نجي على الملوخيه حطينا حبه ملح تغلي غلوتين بس ونعملها الطشه يا حبايبي معاكم اهو. حطيت معلقه سكر يا حبايبي. معانا طشه الملوخيه اهي. حطينا السمنه اهي يا حبايبي. حط التومه اهي يا حبايبي كده. ايه رايكم في الطاسه الجميله دي؟ عاجباني جو لونها كده. انا جايباها مخصوص لطشه الملوخيه. ماشي عاجباني جو لونها كده وحلوه. ادي معاكم كزبره، دايما كتر ايه كزبره على الملوخيه الطشه بالذات. بس يا احمد روح لماما، يلا يا عسل روح لماما اهو يا حبايبي. شفتوا الطشه بتاعت الملوخيه تبقى روعه كده. شوفوا يا حبايبي الطاسه الروعه الجميله دي. بصوا اللهم صل على النبي. بصوا الله اكبر الله اكبر. بصوا يا حبايبي معلش هي الجلده دي تنشرت عشان الجلده رقيقه، بس الرز زي ما هو وجميل. انا حشيتها كتير بصراحه، انا حاشيه الورك كتير بس الله الوكيل كده انا بوريكم يعني بجد يعني. بس صينيه بطاطس روعه بالاخضار بالفراخ المحشيه رز. معاكم هنا رز اهوت بشعريه عملناه عشان الملوخيه. شفتوا الملوخيه اللهم صل على النبي. بصوا الملوخيه بصوا شفتوا الجمال اهو. اتفضلوا غدا معانا الغدا اهو. يا رب يكون كده الاكل اللي انا عاملاه عجبكم النهارده. ان شاء الله استنوني في فيديو جديد. مش تنسوا اللايك والاشتراك.